شرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد صل عليه من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد صل عليه والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد صل عليه من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل عليه ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم عليه ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد اللهم صل عليه بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله ليغفر لك عليه الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه صلى الله عليه. الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به بأقداره القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله عليه. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب انتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. فأطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان لتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل لنا نوالا. يا من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه. لحظة العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزير الضلال صلى الله عليه. من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور صلى الله عليه. الوجود الخلقي صلى الله عليه. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة
وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه وسلم. في الصدور من الإيمان قواعده وتالوا عن اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه وسلم. أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه أمره بالتبليغ لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. أعظمها من منة تقرب الله بها على البشر وأوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات ومساعيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وسلم. فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال. صلاة يذكره المصلي عليه به وينبث في قلب نور سر تعلقه به وهبه صلى الله عليه. بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. نشرف الأصل بمده وهبه ما أطر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد غدت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا
البشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضارات الكريمة ولعي التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوات الله تغشى أشرف الرسل اللطائف وتعم الآل جمعان ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعان ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب ولنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعان ما بدا نور الكواكب. جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب. صلوات الله تغشى
شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصي أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب جئت من أصل أصيل حلا في أعلى الذوائب من قصي ولؤي بذيخ المجد بني غالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب وعدنا مجدك فخرا في رفيعات المراتب لا فرحنا في سرور بك يا عالي المناكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب فلك يوم وجودك ظهرت فينا عجائب بشرتنا بالعطايا والأمان والرغائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب شربنا من صفانا فيك من أحلى المشارب فلرب الحمد حمدا جل أن يحصيه حاسب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب وله شكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعاجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحو صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل صلى مما الله استفاد عرفكم من عليه صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله وشمائل عليه التي هي أحسن الشمائل صلى الله وهنا حسن عليه أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والكرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء صلى الله عليه. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عبد الله عليه. بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. والنبي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. وضمت شاء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو منه ولما ولا عنلا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
sallallahu alaihi macam bareng sampean saya bitong ni selawat sampean ya hadir kantor cek neng cek bengong baca terus kabdi sallallahu alaihi setiap baca bareng sallallahu alaihi karena saya baca nih selawat saya catat selawat sampean benih hadir itu tapi selawat itu penting ayo bismillah اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وصحبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه كمال البشارة صلى الله عليه حملا في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه الأرض والسماوات متضمخة مثل الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم في بروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه قرب عوان وضع هذا الحبيب على السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تذج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور صلى الله عليه نورا فاق كل نور صلى الله عليه حكمه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا صلى الله عليه من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه فلما صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد مولانا محمد صلى عليه hadiraki kanjeng Nabi pakerong daka Rasulullah أشرق الكون ابتهاجا بوجود بجمال يا رسول الله فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفى حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل يحصره الماء إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على محمد. يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، وصل على محمد. سبيلي مرحبا مرحبا به نسعد ونور شاء. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين، الله مرحبا مرحبا. ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد. مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين، الله مرحبا مرحبا. وصل على محمد. يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا بذنبي يستغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله، يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا
عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء صلى الله عليه ذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السر صلى الله عليه. ولا ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه. إلى هذا العالم ظهر من العجائب صلى الله ما يدل عليه. على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت أمينة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قال الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله عليه. بعد قصوم الروم قالت ثم ألبست وأجعت فلم أشب أن غشيتني ظلمة ورؤب وقشعريرة عن يميني صلى الله عليه. أن يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم أعودني الرعب وظلمة والقشعريرة عن يساري صلى الله عليه. قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه. فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله صلى الله عليه. من أول الناس إسلاما وكم ترجم السنة من عديم المعجزات وبين الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه. في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وهو لهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بالرؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله العاشقون بأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. وبنشره تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه
صلى الله عليه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السوها بعينان صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم صلى الله وحكاية ما عليه أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه حسن مني أن أمسك عنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بذلك يحسن الختم كما يحسن التكريم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. آمين. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر غاصب ذلك في عبادك وساكب رشادك لآل وداد سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة ترابي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وصيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل. آمين. وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم
وعم ببركاته وشريف وجاته أولادنا ووالدينا وعم ببركاته وشريف وجاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جميع الجهات ودم راية الدين القويم في جميع القطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين آمين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار ويتم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد